خليني اسال بقى عن الاسباب اللي بتدفع الزوج انه ما يغضش بصره، وانه يعدد علاقاته، انه يطلق عليه هذا اللفظ النسوانجي او اللي عينه زايغه. واولها واللي دايما المتهم الاساسي والرئيسي فيها الزوجه، هو لو كانت عينه مليانه جوه ما كانش بص لبره. انت لو كنتي قايمه بدورك كويس كزوجه ما كانش ده حصل. وتفضل يا حبيبتي هي في وضع المتهم دائما، سواء مقصره او غير مقصره، هي تقول والله العظيم ابدا ده انا قايده له صوابع العشره شمع. ونفضل يا استاذه اشجان في الدوامه اللي ما بنخرجش منها. اي خلل يحصل في العلاقه الزوجيه والزوج يطلع لبره انتي السبب. قولي لي الاسباب. لو احنا هنقول الاسباب دي، طبعا هو اهم سبب واول سبب واكبر سبب التربيه. عشان نبقى فاهمين هو الناس دي كده ليه. فنقدر نقول ان التربيه 70% من الموضوع. يعني ايه التربيه؟ يعني انا لو عندي ولد من هو صغير وانا بفهمه حدوده مع اخته، حدوده مع بنات العيلة، حدوده مع البنات في الحضانة، حدوده في إعدادي، في ثانوي. انت فاهم يعني ايه بنت، يعني ايه انت بتحترم البنت، يعني ايه ان انت الراجل، يعني ايه انت اللي المفروض تحمي. فلما بحط القواعد دي، ولما دايما بخلي الوازع اللي بيحرك ولادي كلهم خوف ربنا عز وجل وان انا بطيعه، فهنا الامر بيختلف. بتبقى الدنيا في قاعدة. احنا اهم حاجة تبقى في قاعدة. ليه؟ لان هل في راجل يبقى على كبر والامر ده يحصل له؟ في شاب بيكون كويس والنشأة كويسة وكل حاجة ويحصل له الخلل ده؟ ما هي فتنة. هي النساء والاموال والابناء فتنة، والنساء من اكبر الفتن. يعني هي دي اكبر فتنه موجوده في الدنيا. ففكره ان انا اقول ان هل ده بس يا جماعه اللي هو صغير وخلاص الدنيا تمام، طب اللي يبقى كبير ما يحصلوش خلاص انا متربي وزي الفل؟ لا، هي فتنه بتصيب بعض الرجال وبتصيب بعض الملتزمين وبتصيب بعض العوام، بتصيب ناس محترمه جدا. ان هو يحصل له ايه؟ يعني ايه الفتنه دي؟ ان هو يبدا يبص للنساء نظره اخرى، ان يستحل النظرات، ان هو يقول عنده اسبابه الخاصه اللي حطاله الاطار الكبير ان مفيش مشكله ان ابص، ان انا محروم، ان انا متزوج وزوجتي مش عفاني. فيبدا يدور على اسباب بيها يتحول انه يكلم او يشات على المواقع. أيوة. او ان هو يبص او يبحلق او يستحل ما لم يحل له، فبالتالي بتحصل الخلق. فعشان كده بنقول هي 70% موضوع التربيه، ان من شاب على شيء شاب عليه. ان انا دايما ببقى حاطه ان الوازع الديني هو الاساس في الحركه. تاني حاجه العوامل المحيطه. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش انا صحبتي كلها او صحبه صيعه، او صحبه لا تتقي الله، او صحبه ما بتصليش، او صحبه كلهم مدخنه. بيساعدوا بعض على كده. فبالتالي هما المعصيه سهله والحرام سهل. فبيتسهل لصاحبه. فبالتالي انا لما ببقى بعمل حاجه وحشه عايزك تعمليها، وعايزه فلانه وعلانه، كلنا نبقى مع بعض. كلنا لو بنشرب سجاير كلنا نشرب سجاير، لو احنا قاعدين بنعاكس بنات كلنا بنعاكس بنات. حتى الفكره ان استسهال امر وعدم وجود ان حاجات صعبه، لا بنسهل الصعب زي ما بنقول. تالت حاجه فكره الاعلام والمسميات والسوشيال والافلام دي بقت، والاعلانات حتى، يعني بقى فيها حاجات بتسترسب للاجيال الجديده بشكل غير مباشر. يعني ايه؟ يعني فكره المصاحبه، يعني لفظ المصاحبه. فبقينا بنلاقي ان مفيش مشكله ان انا ارسخ عند البنت ان هي تقول لاهلها ده صاحبي حصل كذا كذا، ده صاحبي في الجامعه عمل كذا، ده صاحبي في المدرسه. والمصاحبه استاذه اشجان بتتطور لايه؟ للمساكنه بعد كده على طول. يا جماعه احنا المصاحبه دي اللي هي متخذات اخدان، فهي بالتالي انا شكل من اشكال الحرام. المساكنه هي زنا بس. فهي طبعًا. في حاجات طبعًا. احنا ما المسميات المجتمع الجديده هي مزينه لنا الحرام، ولكن هو حرام. ففكره ان انا اقول ان هي الاعلام والمسلسلات والافلام روج لي الحاجات ان البنت ممكن تبقى بتتعامل مع ولد بطبيعه عاديه جدا، تعامله لا ده علاقه قويه، ده انا بحكي له، ده انا بفضفض له، حتى لو احنا متزوجين، حتى مع ليا زوج ومفيش مشكله والعلاقه عاديه، يعني مش لازم ان الشيطان بينا. فبالتالي بسهل حاجات المفروض ان فيها خطوط حمراء ان انا لا اتخطاها. فبالتالي الشاب بيطلع عندي بنتيجه الاعلام ان مفيش مشكله، ما تضايقوش واسع يا جماعه، مفيش مشكله ان انا اكلم بنات. فبالتالي لما هكلم بنات، انا لو ولد وقاعد معاكي طول النهار طبيعي هفضل غاضض بصري، ما انا هبص لك. طب يا سيدي ماشي نبص بقى، وبعد ما نبص بنبحلق، وبعد ما نبحلق بنبدا نشتكي، وبعدين نتخيل، وهكذا. هنقعد نقول يا جماعه انتوا اللي بتعقدوا الدنيا والمواضيع دي، وانتوا اللي ومش بتلفتوا كل نظرنا الحاجات دي، احنا مش في دماغنا الكلام ماشي ده. يا جماعه، بس العلاقه خلاص بندوب فيها المفروض الاصول الشرعيه، الدنيا بتدوب.
فبالتالي اول حاجه موضوع التربيه، تاني حاجه موضوع البيئه المصاحبه، فلينظر احدكم من يصاحب ويخالل. والنقطه الثالثه موضوع الاعلام، ان انا فعلا بشوف هو انا اللي باخده ايه، هو انا بسمع ايه، هو انا بزيد ولا بقل.